ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء في المغرب قبيل عيد الأضحى لهذه السنة يشعل الرأي العام المغربي. زيادة 1000 درهم لموظفي التعليم العالي بالمغرب تقترب من التفعيل الرسمي. المغرب يتنفس فلاحيا موسم استثنائي يبشر بانتعاش اقتصادي كبير. الإغلاق المبكر في مصر إنقاذ للطاقة أم خنق للاقتصاد؟ إليكم التفاصيل. خويا السلعة موجودة، الخير موجود. ومن 50,000 الفوق راك معين. انت شحال اخو فتاح؟ دينا معدو 107. كيقولوا كاين الغلا كاين الثمن غيدير 140 160 180 ما كاينش هذاك الشيء. مزاق الخير موجود، خير هذا. مع اقتراب عيد الأضحى لهذه السنة 2026 تتجه أنظار الأسر المغربية إلى تطورات سوق اللحوم والأضاحي في ظل مؤشرات متباينة بين الارتفاع والاستقرار النسبي. فقد سجلت أسعار اللحوم الحمراء خاصة لحوم الأغنام ارتفاعا ملحوظا في أسواق الجملة، لا سيما بمجازر الدار البيضاء، حيث تتراوح الأسعار بين 125 و 133 درهما للكيلوغرام الواحد، فيما بلغت حوالي 140 درهما للحوم ذات الجودة الجيدة، وهو ما ينذر بزيادات مرتقبة في أسعار البيع بالتقسيط داخل الأسواق المحلية. ويرجع مهنيون هذا الارتفاع إلى عدة عوامل متعددة، من بينها استنزاف القطيع الوطني خلال السنوات الماضية وتأثيرات الجفاف، إضافة إلى تأخر اتخاذ إجراءات تنظيمية مثل الحد من ذبح النعاش، وهي عوامل كانت ستؤدي إلى وضع أكثر تعقيدا لولا تدخلات استثنائية خلال الموسم الماضي. وفي المقابل تشير المعطيات الأولية بخصوص أضاحي العيد إلى احتمال تسجيل استقرار نسبي في الأسعار هذه السنة رغم تفاوتها حسب الوزن والسلالة، حيث يرتقب أن تبدأ من حوالي 1500 درهم وتتراوح بين 3000 و 4000 درهم للفئة الأكثر طلبا، وقد تصل إلى 5000 و 6000 درهم أو أكثر بالنسبة للأضاحي ذات الجودة العالية، مع تقديرات بيع حسب الوزن تتراوح بين 65 و 70 درهما للكيلوغرام، ما يجعل السعر النهائي مرتبطا بشكل مباشر بحجم الأضحية ومواصفاتها، في وقت يترقب فيه المواطنون ما ستسفر عنه الأيام المقبلة من تطورات في السوق. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في هذه النشرة الإخبارية الخاصة، حيث نواكب معكم أبرز المستجدات على الساحة الوطنية، ونخصص هذا الموعد لخبر حصري يهم فئة واسعة من موظفي قطاع التعليم العالي في المغرب في تطور جديد لافت. أفادت مصادر مطلعة أن وزارة التعليم العالي قد وافقت مبدئيا على إدماج زيادة مالية مهمة تقدر ب1000 درهم ضمن الأجور الشهرية لموظفي القطاع، في خطوة وصفت بأنها استجابة مباشرة لمطالب مهنية طال طرحها خلال السنوات الأخيرة. ووفق المعطيات المتوفرة فإن هذه الزيادة لن تصرف على شكل تعويضات منفصلة أو مؤقتة، بل سيتم إدماجها بشكل رسمي ودائم في صلب الراتب الشهري، وهو ما يمنحها طابع الاستمرارية ويجعلها قابلة للاحتساب ضمن التقاعد وكافة الحقوق الإدارية المرتبطة بالأجر. وتشير نفس المصادر إلى أن هذا التقرير يأتي في سياق حوار متواصل بين الجهات الوصية وممثلي الموظفين، حيث كان النقاش يدور حول الصيغة الأنسب لتنزيل هذه الزيادة بين خيار التعويض الظرفي وخيار الإدماج المباشر، ليتم في نهاية المطاف ترجيح الحل الثاني نظرا لانعكاساته الإيجابية على المدى البعيد. كما يرتقب أن تساهم هذه الخطوة في تحسين القدرة الشرائية لفئة عريضة من العاملين في القطاع، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة، وهو ما يجعل هذا القرار محط ترقب واهتمام كبير داخل الأوساط الجامعية والإدارية. وفي سياق متصل أكدت المصادر أن الإجراءات التقنية والإدارية المرتبطة بتنزيل هذا القرار لا تزال جارية، بما في ذلك الجوانب المالية والتأشير الرسمي، وهو ما يعني أن تاريخ التفعيل النهائي لم يحسم بعد بشكل دقيق رغم وجود توقعات تشير إلى إمكانية الشروع في التطبيق خلال الفترة المقبلة.
المغربية، وينتظر أن يتم الإعلان الرسمي عن تفاصيل هذا القرار في أقرب الآجال، بما في ذلك تاريخ صرف الزيادة وكيفية إدماجها بشكل فعلي في الأجور، الأمر الذي سيحسم الجدل ويضع حدا لحالة الترقب التي تسود حاليا. إلى هنا مشاهدينا الكرام نصل إلى ختام هذا الخبر الحصري الذي يسلط الضوء على خطوة جديدة نحو تحسين أوضاع موظفي التعليم العالي في انتظار التأكيد الرسمي وتحديد موعد التنفيذ. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في هذا الموعد الإخباري. نأخذكم إلى أبرز مستجدات الشأن الوطني. في اجتماع المجلس الوزاري المنعقد يوم الخميس برئاسة الملك محمد السادس تم تسليط الضوء على وضعية الموسم الفلاحي الحالي في ظل مؤشرات إيجابية تبعث على التفاؤل. وخلال هذا الاجتماع قدم وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات عرضا مفصلا حول سير الموسم الفلاحي، مؤكدا أن التساقطات المطرية التي شهدتها مختلف مناطق المملكة كانت مهمة واستثنائية وأسهمت بشكل كبير في إنعاش النشاط الفلاحي. وقد بلغ المعدل السنوي للتساقطات حوالي 520 ملم، مسجلا ارتفاعا بنسبة 54% مقارنة بالمعدل السنوي خلال 30 سنة الماضية، وهو من انعكس إيجابا على الموارد المائية، حيث وصل مخزون السدود إلى نحو 12.8 مليار متر مكعب بنسبة ملء بلغت 75%. هذا المخزون المائي سيمكن من تلبية حاجيات مياه السقي للزراعات الربيعية والصيفية، كما سيؤمن انطلاقة موسم جديد في ظل تحسن ملحوظ في الظروف المناخية. وعلى مستوى الإنتاج سجلت الأشجار المثمرة نتائج متميزة، حيث بلغ إنتاج الزيتون مستوى قياسيا وصل إلى 2 مليون طن بزيادة تفوق 111% مقارنة بالسنة الماضية. كما بلغ إنتاج الحوامض 1.9 مليون طن بارتفاع قدره 25%، فيما سجل إنتاج التمور حوالي 160 ألف طن بزيادة بلغت 55%. في سياق متصل ووفق التوجهات الملكية السامية لإعادة تشكيل القطيع الوطني، ساهمت هذه التساقطات في تحسين المراعي وتعزيز وضعية الثروة الحيوانية، مما يعكس تحسنا عاما في القطاع الفلاحي. وبين وفرة التساقطات وتحسن المؤشرات الفلاحية تبدو آفاق الموسم الزراعي في المغرب واعدة، في انتظار أن تترجم هذه النتائج إلى دعم فعلي للاقتصاد الوطني وتحسين ظروف عيش الفلاحين. مصر تطفئ أنوارها مبكرا، الإغلاق عند الساعة 9 يفجر غضب الشارع ويهدد الاقتصاد الليلي. مرحبا بكم مشاهدينا في هذا الموعد الإخباري الجديد، حيث نرصد لكم أبرز التطورات على الساحة المصرية. نبدأ نشرتنا اليوم بملف أثار جدلا واسعا في الشارع المصري، وأعاد طرح تساؤلات حول التوازن بين متطلبات الاقتصاد وضغوط الطاقة في خطوة تهدف إلى ترشيد الاستهلاك الطاقي والكهرباء. قررت الحكومة المصرية إغلاق المحلات التجارية في تمام الساعة 9 مساء، مع استثناءات محدودة خلال عطلة نهاية الأسبوع. القرار الذي دخل حيز التنفيذ مؤخرا جاء في ظل تحديات متزايدة في قطاع الطاقة وارتفاع تكاليف الإنتاج والكهرباء، غير أن هذا الإجراء لم يمر دون ردود فعل، حيث عبر عدد من التجار وأصحاب المحلات عن قلقهم من تراجع المبيعات، مؤكدين أن ساعات الذروة تبدأ غالبا بعد 9 مساء، خاصة في المدن الكبرى. كما أشار عاملون في قطاع المقاهي والخدمات إلى تأثر دخلهم بشكل مباشر نتيجة تقليص ساعات العمل. وفي المقابل تؤكد الجهات الرسمية أن القرار ساهم بالفعل في تخفيف الضغط على الشبكة الكهربائية ولو بشكل جزئي، مشددة على أن هذه الإجراءات مؤقتة ومرتبطة بالظروف الحالية، مع إمكانية مراجعتها وفق تطورات الوضع. وبين هذا وذاك شهدت الشوارع المصرية تغيرا ملحوظا في نمط الحياة اليومية، حيث بدت أكثر هدوءا في ساعات الليل بعد أن كانت تعج بالحركة والنشاط حتى ساعات متأخرة. وبين ضرورات ترشيد الطاقة ومطالب الحفاظ على النشاط الاقتصادي، يبقى قرار الإغلاق المبكر في مصر نموذجا لتحديات صعبة تتطلب توازنا دقيقا. الأيام المقبلة وحدها كفيلة بكشف مدى استمرارية هذا القرار وتأثيره على حياة المواطنين. كان هذا تقريرنا، شكرا لمتابعتكم، وإلى اللقاء في نشرة إخبارية قادمة.
إذا كان لهذا المحتوى صدى في داخلك لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس لتتوصل بجديدنا دائما. إذا كان لهذا المحتوى صدى في داخلك لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس لتتوصل بجديدنا دائما.